سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري المتجدد الذي نستعرض فيه أبرز الأحداث الوطنية والمستجدات التي طبعت يومنا هذا. نستهل النشر من العاصمة الاقتصادية. انهيار مفاجئ لبداية عشوائية بمنطقة الهراويين يثير الرعب في نفوس الساكنة ويعيد ملف البناء غير القانوني إلى الواجهة. عاشت منطقة الهراويين بضواحي الدار البيضاء قبل قليل لحظة عصبية إثر الانهيار المباغت لمنزل شيد خارج الضوابط القانونية والمعايير التقنية. الحادث الذي هز هدوء المنطقة تسبب في موجة عارمة من الهلع، بيد أن الألطاف الإلهية حالت دون وقوع خسائر في الأرواح، حيث لم يسجل أي إصابات بشرية ولله الحمد. وفور علمها بالواقعة استنفرت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية أجهزتها، حيث هرعت لعين المكان لتأمين المحيط ومباشرة الإجراءات الاحترازية اللازمة. هذا الحادث يسلط الضوء من جديد على المعضلة المزمنة للسكن غير اللائق بالمناطق الهامشية التي تشهد توسعا عمرانيا بعيدا عن أعين الرقابة، مما يجعل هذه البنايات قنابل موثوقة تتربص بسلامة المواطنين، خاصة مع التقلبات المناخية. ويطالب فاعلون محليون بضرورة تشييد الرقابة على أوراش البناية غير القانونية وتسريع برامج إعادة الهيكلة لضمان حق المواطن في سكن لائق وآمن، وتفاديا لمآس قد تكون عواقبها وخيمة في المستقبل. شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي في موعد إخباري لاحق، في أمان الله.